اعترافات صادمة لأب أمام مفرزة صيدا القضائية. نعم، أتحرش جنسيا بابنتي ووالدتها تعرف. في قضية من أكثر القضايا غرابة، ورد إخبار إلى مفرزة صيدا القضائية من مكتب حماية الأحداث في وزارة الشؤون الاجتماعية، مبني على ادعاء فتاة قاصر بحضور خالتها حول تعرضها للتحرش الجنسي والعنف الجسدي من قبل والدها في منطقة وادي الفوار في صيدا، مما اضطرها إلى مغادرة المنزل واللجوء إلى الخالة، كون والدتها لا تجرؤ على الادعاء ضد الأب خوفا منه. بالتحقيق مع الوالد اعترف بما نسب إليه، وأنه قام بالتحرش بابنته القاصر وتعنيفها مرارا، فتم توقيفه وإيداعه القضاء المختص. وطلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من جميع المواطنين الإبلاغ فورا عن أي عملية تحرش، لعدم تمكين المتحرش من التمادي في جريمته، ولحماية الأطفال من كل خطر محتمل، فالسكوت سيصبح سببا لتفاقم الجريمة.